لو أنا ما حليتش كويس في الميد ترم، في أمل أو في تعويض إن أنا أجيب تقدير كويس في الفاينل؟ تعالوا نتكلم شوية. أنا شايفة إن كل حاجة صراحة ليها تعويض. قصرت في الميد ترم ليه تعويض في الفاينل، قصرت في حاجة في حياتك برضه ليها تعويض، بس المهم إن أنت تكون فوقت نفسك وعرفت أنت غلطت في إيه. الميد ترم على الرغم من إن هو بيكون ليه درجة كبيرة، مش كبيرة أوي مقارنة بدرجة الفاينل، ولكن هو درجته كبيرة بإن هو بيساعدنا وبيريحنا شوية ساعة الفاينل، إلا إن مش كل الطلبة أو مش كلنا عامة بنجيب الدرجة النهائية فيه، مش كلنا بنقفل الامتحان. في ناس بتكون مذاكرة وغلطت في الامتحان عادي وده بيحصل وارد جدا، في ناس من ظروفها أو من حياتها ما قدرتش إن هي تذاكر للميد ترم كويس، برضه مفيش مشكلة. بس الفرق إن أنت هيكون عليك ضغط كبير أو هيكون عليك الجهد الأكبر ساعة الفاينل. الميد ترم على الرغم من إن هو درجته صغيرة، ولكن هو بيساعدنا ساعة الفاينل إن هو بيديك اريحية إن أنت تقدر إن أنت تغلط في الفاينل، مش إن أنت مثلًا مضطر إن يكون عليك لود كبير ساعة الفاينل اللي أنت لازم تقفل الفاينل. فهو ده الفرق. غلطت في الميد ترم خلاص قدر الله ما شاء فعل. فوق نفسك بقى وشوف أنت غلطت في إيه أو قصرت في إيه. مثلًا في مادة أنت كنت مقصر فيها أو أنت مثلًا ما ذاكرتهاش أو مش فاهمها كويس، ابدأ بيها. قدامك دلوقتي فترة لحد الفاينل وفترة كويسة مش وحشة إن أنت تقدر إن أنت تستغلها تضبط المادة اللي أنت واقعة منك دي، بحيث إن أنت تكون مستعد ليها ساعة الفاينل وما تغلطش فيها غلطات اكبر بحيث ان هي تاثر على التقدير. فبدل من ان انت تسيب مثلا المواد لحد الفاينل وتبدا ان انت تفتحها تاني، لا، استغل الفتره من دلوقتي ان انت تظبطها بحيث ان انت ساعه الفاينل تكون ان انت مرتاح وانت بتذاكرها. فشوف لو انت مثلا بينزل لكم درجات للميد ترم، شوف الدرجات بتاعه الميد ترم عامله ازاي. لو انت مثلا ناقص فيها كتير، شوف الماده اللي انت ناقص فيها اكتر واديها كمذاكره اكتر علشان انت تجيب درجه اعلى في الفاينل. لكن مثلا المواد اللي انت لقيت نفسك مثلا مقفل فيها او ناقص فيها حاجات بسيطه برضه هتذاكرها، بس مش هتكون بنفس الدرجه بتاعه المواد اللي انت ناقص فيها اكتر. فعشان كده بقول استغلوا الفتره اللي هي قبل الفاينل بحيث ان انتوا تكونوا مستعدين للفاينل كويس. ومعلومه علشان تكونوا عارفينها ان هي مش دايما بحساباتنا، بمعنى ان انا مش علشان انا ذاكرت مثلا 10 ساعات في الماده دي او ذاكرت مثلا اسبوع كامل قعدت مسكت الماده دي وذاكرتها، معنى ذلك ان انا هقفل الامتحان سواء كان في الميد ترم او في فاينل، اي امتحان مش هتفرق. مش كده، انت معنيك ان انت بتسعى وربنا بيكافئك. مش شرط بيكافئك على قد تعبك، ولكن بيكافئك على قد توفيقك. اعمل اللي عليك، ذاكر وذاكر الماده مره واتنين وظبط نفسك في المواد وامتحن. وفقت في الامتحان وجبت التقدير او الدرجه اللي انت عايزها فده كرم من عند ربنا. انت ما وفقتش فيه او ان انت جبت حاجه اقل من اللي انت كنت متخيلها، ده طبيعي وبيحصل كتير جدا، ده بيكون ما وفقكش في الحته دي. فعلشان الناس اللي بتقول انا ذاكرت وحليت كويس في الامتحان بس الدرجه لقيتها ناقصه، وعملت مثلا التماس وما جاش او حاجه، لا، ده بيكون انت ما وفقتيش في الماده دي. في مواد تانية بتلاقي نفسك ان انت كنت حالل او ان انتوا حالين فيها كويس وبتكتشفوا ان انتوا التقدير فيها مش كويس. والمواد اللي انتوا بتلاقوا نفسكم ان انتوا ما كنتش حالين فيها كويس وبتلاقوا نفسكم سبحان الله بتلاقوا ان التقدير بتاعكم عالي، فده بيديكوا اصلا ذهول اللي هو ازاي ده الماده دي مثلا كنت عارف ان انا هنقص فيها كميه كبيره جدا او ان انا مش هقفلها، لا ده انا مقفلها او ان انا جايب فيها تقدير عالي. فده بيكون توفيق من ربنا، مش على قد سعي، مش على قد انت حليت قد ايه في الورقه، لأ، كل ما بتسعى كل ما ربنا بيديك السعي دون أو نتيجة السعي دون على حسب هو شايف الخير ليك فين. فمهما قصرت في الميد ترم او ما حلتش كويس او حتى لو جبت تقدير عالي، ما تتغرش ان انت مثلا ما تتاثر في الفاينل، ما انت كده كده جبت كويس في الميد ترم. لا، ابذل نفس المجهود وذاكر برضو كويس سواء كنت مقصر او مش مقصر، لان في الاول وفي الاخر ربنا هيديك على قد جهدك وهيديك على قد سعيك. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. حبيت ان انا اجاوب على اكتر سؤال جالي الفتره اللي فاتت بعد امتحانات الميد ترم. ولو عندكم اي سؤال بخصوص اي ماده اكتبوا لي في الكومنتس، ولو عايزين طريقه شرح اي ماده اكتبها لي في الكومنتس.